هنا جورة العرايس، مدخل بابا عمرو. من هنا مر الجيش العربي السوري ناشرا الأمن والسلام في هذا الحي من مدينة حمص الذي كان الإرهابيون والمسلحون قد خربوا يومه وخربوا سلامه وخربوا طمأنينة أهله. الأهالي هجروا من منازلهم، لم يبقى إلا عدد قليل من العائلات دفعوا الثمن أيضا، وها هي طلبات الإغاثة على كل الجدران من كل من تبقى لديه ضمير في هذا العالم. هذا الجسر الفاصل بين جامعة البعث في حمص وبين حي بابا عمرو كان أيضا مسرحا للعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون. خطوط الكهرباء مقطعة، هنا لا كهرباء ولا ماء ولا شيء يمكن أن يقيت يوم الأهالي. هنا المسلحون كانوا قد سيطروا على كل شيء واغتصبوا أمن وسلام هذه المنطقة. الأهالي هنا في بابا عمرو الذين التقتهم الإخبارية السورية قالوا كل ما لديهم، قالوا كيف كانوا يعيشون في ظل هؤلاء المسلحين دون ماء، دون كهرباء، دون أي وسيلة من وسائل العيش الكريم الذي كانوا يتمتعون به في سوريا الحرة، سوريا التي كانت دوما منارة لكل العالم بحريتها، بديمقراطيتها، وبأمانها وسلامها. لكم كلمة مشان سوريا، سوريا الوطن والشرف والعرض والكرامة، سوريا هي الشمس. الوضع مثل ما انك شايفين، احنا شهر كنا بالبيوت ما بنعرف شيء، هلا لحتى اجى الجيش طلعنا لقينا هالمناظر قدامنا. في قسم غرب غريبين وقسم من الاهالي مشكله. الحمد لله رب العالمين، الله خلصنا بفضل الجيش وجهودكم وجهود الدولة الكريمة هاي، والله يحفظ سوريا وسكانها. الجيش ابننا، الجيش شو بده يتعامل معنا؟ تعامل معنا كعباء له، كابن إلنا. شو تعامل معنا الجيش؟ ولا في أحسن من هيك معامل الجيش؟ شو تعامل معنا الجيش؟ كل أموره بخير الحمد لله رب العالمين. بنشوفهم ملتمين، ما بنشوف وجوههم، ما بعرف. نحن عندنا محل ما بنشتري شيء، عندنا دكان بنشتري من البيت. دخلوا جماعة مسلحين غرب على الحارة وسيطروا على الحارة وصاروا يتحكموا بالناس مثل ما بدهم، وما عاد حدا يقدر يمن على حاله، وصار التخريب بهالبلد. وشوفت عينكم هاي البيوت وهاي الهذا، وكهرباء هلا حاليا ضربوا الخزانات وليك طلعي وين بدها تجي الكهرباء؟ خربوها عن كل. والله الحمد لله ما في احسن من هيك، من شفات الجيش ارتحنا كثير كثير كثير، الحمد لله. الله يحمي الجيش ويحمي هالبلد. نسمع اطلقنا بس ما نسترجي نطلع، ليش؟ لانه البيت انضرب وفوق انضرب وما نسترجي نطلع خالص. والله هوني مرقت سيارة، هوني يعملوا حاجز، عرفت علي؟ اللي رايح وين راي واللي جاي ويفتشوا وهيك مشاكل واطلاق نار، يعني حياة جحيم بصراحة. هلا الحمد لله الحمد لله بفضل الله وفضل الجيش، الحمد لله. احسن من هيك شو بدنا؟ الحمد لله كله فضل الجيش، ما في احسن من الهدوء، كله فضل الجيش، كلها مجموعات مسلحه تروع العالم وتعذب العالم. فضل الجيش كله تحقق، مسلحين في منهم ملتمين وما ملتمين، بس كلهم يعذبوا العالم. جيش اخواتنا واولادنا، ما في انسان الا الاخ وله ولد وله شباب، والله يحميهم. الاوضاع هلا بدخول الجيش وفضل الجيش كله تمام، فضل الجيش كله تمام. ليك محلاتنا كيف تكسرت، ليك التقارير كانوا عاملين المسلحين ارهابيين، دمرونا، قذائف الار بي جي علينا، الهاون علينا، الصواريخ علينا، ضرب، قتل، خطف، تقطيع. شو بدك كان في هوني؟ اماراتي، سعودي، قطري، ليبي، في كل الجنسيات، كل الجنسيات، حلقين شو يربون، تخونون لهون. ارهاب بكل معنى الكلمه، بيتلتموا، بيمشوا بالشوارع، ممنوع المدني يطلع، ممنوع حدا يطلع برات بيته. مرض ما في، كله بضل يضم البيت، خبز ما في، اكل ما في، كله ما في عندنا. قناصات، قواذف هاون تجينا، قواذف ار بي جي تجينا، روسيات، بومباكشن، سلاح بكل معنى الكلمه في بالشوارع، كل شيء. يكسروا المحلات، يهدموا لنا البيوت، يهددونا انه اذا ما بتطلعوا مظاهرات، ما بتطلعوا معنا مسلحين، بدنا نذبحكم، بدنا نقلعكم. ما كل شيء في كان في الحاره، كله فضل الجيش. والله اعطانا خبز، اعطانا مرتديلا، اعطانا اكل، معلبات، مشان امورنا، فتح الطرقات. اقل شغله صار في الواحد يطلع برات بيته، يفتح الشباك، يتفرج على الشوارع شو ما يصير فيها. الله يحميه بجاعزته وجلاله ونهار هالفضيل. والله حتى خافوا علي، صار يبوسوني لا تخافي، لا هذا ارتميت لان انا بالارض. يا خالي لا تخافي، فوتي لجوا. وجوزي كمان ختيار، كمان حضنوا وقعدوا، ما أذون الجيش بشيء، لا يشهد علي يا ربي. الله يحمي الجيش
مثل ما أولادي بالجيش، أولاد العالم بالجيش، ما أولاد خلوا عالم، أولادي ما خلوا عالم، إلي 3 بالجيش. الله يحميهم، الله يحميهم، الله ينصر كل هيك واحد قلبه لله. والله هلا بوستهم وحضنتهم وبست الأرض، الله يحميهم. يا أمي والله كنا بنعمي، يا أمي والله كنا عايشين بحرية، والله نطلع الساعة 3 بالليل ما حد اللي يأذينا، نطلع ايمت ما بدنا. هلا بهالوقت والله ما عم نسترجي نطلع على الدكان نجيب لو علبة معجون للجلي، والله يهدي البال ويرجعنا لهيك لحريتنا لأماننا. هلا ما عاد نأمن، والله ما عاد نأمن. فلواس طلعت من 3-4 أيام كلابية لأن عم يوجعني ومريضة، طلعت بالله ليك ما حرام شوفي هالغرفة، قلت لك فوتي شوفيها، يكون كنت نايمة فيها وأطفالها وجوزها بلبنان، شو كان صار فيها؟ ما ماتوا بهالضرب، ما ماتوا. لما شفنا هيك قلت بشكيهم لله، هاللي عم يعمل والسبب بشكي لله، بشكي لله. مين السبب؟ هاللي قاعدين ببلاد هدول شو بيقولوا لهم برا، ما هن السبب، ما هن اللي حيجوا هالشعب، إلا كنا عايشين بأمان وعايشين بحرية وما كان في هالشي. المسلحون بفكرهم الإجرامي كانوا قد أعدوا عددا كبيرا من العبوات الناسفة ليواجهوا بها دخول الجيش العربي السوري إلى هذا الحي. أنفاق كهذه وأنفاق أخرى أيضا كان يستخدمها الإرهابيون المسلحون في التنقل بحرية بين مختلف أنحاء حي بابا عمرو عندما دخله الجيش العربي السوري. ألعاب الأطفال وطفولتهم اختطفت منهم هنا، لأن هؤلاء الإرهابيين لم يقبلوا بأن يعيش الأطفال في بابا عمرو حياة طبيعية، أرادوا لهم حياة من الخراب، حياة من الدمار. هذا هو الإرهاب الذي أرادوه لهذا الوطن، هذا هو فقدان السلام الذي أرادوه لبابا عمرو. أرادوا القضاء أيضا على التعليم والمدارس، هذه هي إحدى المدارس في بابا عمرو، ونرى كيف هؤلاء المجرمون الآثمون قد اعتدوا على حرمة هذه المدرسة، اعتدوا على أمان وسلام طلابها أيضا. الهلال الأحمر العربي السوري يصل إلى بابا عمرو حاملا معه مساعدات إنسانية لكل الأهالي الذين تبقوا في هذا الحي، ولكل الأهالي الذين نأمل رجوعهم قريبا إلى منازلهم. وكما في بقية مناطق حمص يحتاج الأهالي حملة لتنظيف هذا الحي أيضا، حي بابا عمرو، من مخلفات المسلحين. هذا هو حي بابا عمرو، الحي الشهير في مدينة حمص بعد أن استوطنه المسلحون، بعد أن هجروا أهله واغتصبوا أمنهم وسلامهم. هذا هو حاله. كيف سيكون حاله بعد أن دخله الجيش العربي السوري حاملا معه الأمان والاستقرار والسلام والطمأنينة لأهالي الحي؟ يارا صالح، الإخبارية السورية، بابا عمرو، حمص.